السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا بسعادة. انتوا وحشتوني كتير كتير كتير، بجد وحشتوني. انا عايز اقول انا بقيت ضعيف جدا في ان انا اطلع بث مباشر. ما بطلعش كتير جدا بقالي فترة طويلة. في كذا اسباب كتيرة جدا ان ما كنتش بطلع بث مباشر على الفيسبوك. السبب الأولاني إن الواحد بقى عنده حالة من الزهد والملل في نفس الوقت. وأكرر انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. النقاش معاكم، الأسئلة، نتكلم سوا. وإن شاء الله بعون الله يوم الجمعة الجاية هنعمل اجتماع لكل أو هنجتمع كلنا كأصحاب، كدردشة، يوم ترفيهي. هيبقى ان شاء الله قدام الاوبرا. يا رب بس نتجمع على خير، لان كان المفروض الجمعه اللي فاتت واجلناها علشان مشغوليات الناس. وعملت جروب اسمه دردشه وخروجات القاهره. فكل جمعت الناس اللي علقوا واللي كانوا متحفزين واللي كانوا متحمسين عشان نخرج كلنا سوا. هيبقى عند كورنيش النيل ان شاء الله قدام الاوبرا. كمان في سؤال مهم بقى. ما عدناش بنهادي ليه مع ناس سنة الرسول؟ بجد والله، هل ده بخل؟ هل خلاص بقينا بنستغنى عن اصحابنا عن معارفنا؟ ما عدناش بنقرب، ما عدناش بنجتمع في الاعياد الميلاد، ما عدناش بنتواصل مع بعض، فكون ما بنقولش حتى كلمة طيبة. وحاجة غريبة جدا ان احنا يعني مثلا بتحصل معايا لما بقابل صديق او زميل لابس لبس حلو، حالق حلقة حلوة، آم، فبقول له انت شكلك حلو، فيبتدي يقول ايه ده؟ يعني مندهش. اقول له ايه المشكلة؟ يعني انا اكتر من مرة بلاقي اندهاش وبلاقي استغراب، بلاقي الكلام ده كله. فبقول له لا، المفروض انا بحب الحاجة الحلوة. فلما بشوف انسان مهندم، انسان شيك، انسان حلو، انسانة جميلة، فبقول لهم. وعلى فكرة دي برضو سنة. شوفوا انا في لحظات بسيطة قلت لكم في سنتين. السنة الاولانية تهادوا تحابوا، دي كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة التانية او صلى الله عليه وسلم. النقطة التانية بقى ان الكلمة الطيبة صدقة. وبعدين كل ما هو حلو بتقول له انت حلو، فانتوا الاتنين بتبقوا حلوين، وانتوا الاتنين بتدوا لبعض طاقة جميلة. حتى الاخوات بقيتوا بعاد عن بعض، والاهالي ما عادتش عارفة تربي وتعمل يعني ايه اسرة. بسيطة جدا ان انت تهادي اختك او انت تهادي يشرفني استاذة نجلاء احمد بتقول حضرتك بتتكلم عن ايه يا فندم؟ لسه داخله وبالتوفيق. بتكلم ليه ما عدناش بنهادي بعض، ليه ما عدناش بنقول حتى ابسط حاجة كلمة حلوة. بتكلم ان دي سنن، يعني دي سنة عن الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه. تهادوا تحابوا، والكلمة الطيبة صدقة. ابسط ما فيها كلمة. وبرضه سنة الابتسامة. طب تخيلوا بقى ان التلاتة يعني انا بعملهم واتسأل لي في كل واحدة كذا مرة وكذا شكل. يعني مثلا في يوم من الايام كنت بتناقش مع واحد، ففي نحر بيني وبينه، يعني في اختلاف الاراء. كان انا عايز اهدي الموضوع، فابتسمت قلت له طب انت عايز ايه؟ يعني انت صح في كل حاجة وانا اللي غلطان. فكان رده هو انت بتبتسم ليه؟ هو انت عايز تبقى تعمل كاريزما وبس؟ واحد تاني في يوم من الايام برضو بيقول لي هو يعني انا عادي بسلم وبتكلم مع الناس، فهو انا ببتسم عادي يعني. يقول لي هو انت بتبتسم ليه؟ يعني قلت له امر طبيعي.
يعني دي سنة ومفروض تبتسم، رايح جاي تبتسم. انا عايز اقول لكم برضو من ضمن الحاجات ان ما كنتش بطلع انزل قصص كتير او بس مباشر او كده، نظرات الناس. بعض من الناس الجميلة المحترمة سموني وزير السعادة والطاقة الإيجابية، وحبيت الاسم جدا. بقى كده تطرق ناس قالوا سبيشال وناس قالوا الدكتور السعادة أنا بقالي فترة طويلة زعلان، أمور كتير جدا. الناس ما عادتش بتشوف حتى الابتسامة خير، فبقوا بيحسدونا على الابتسامة، وكأن أنا في جنة، يعني مع إن أنا مش في جنة ولا حاجة. بس الطبيعي إحنا كبني آدمين المفروض نبتسم في حوار، في مشكلة، في مقابلة. الابتسامة صدقة، والابتسامة انت بتخلق طاقة ايجابية. لكن الناس بقوا خلاص يندمونا ان احنا بنبتسم، بيندمونا ان احنا بنقول كلمة حلوة. يعني في مرة من المرات كنت بقول لزميل حلقتك حلوة، فكان رده كان رد بايخ قوي. قاعد لما بيفتكر المواقف دي بيزعل. قال لي ربنا يستر النهارده. قلت له يعني ايه؟ فاكتشفت ان كلمته دي ربنا يستر النهارده يعني ان انا هحسده يعني. مع ان المفروض لما بتشوف حد حلو تقول له انت حلو، لما تشوف حد لابس حلو تقول له انت لبسك النهارده حلو، لما تشوف حد شكله شيك تقول له النهارده انت شيك. بتخلقوا من بعض طاقة ايجابية. ولكن حتى الطاقة الايجابية دلوقتي بقت حاجة بيستغربوها اوي الناس. نرجع تاني لنفس السؤال الاولاني. شوفوا، سؤال وتداركنا. الاجتماعات بقت غلط، العلاقات بقت غلط، الهدايا ما عادتش بتبقى متواجدة حتى بين الأسرة، الكلمة بين الأسرة حتى، الدعم، ما الكلمة الطيبة دي هي دعم. ما عادش الإخوات زي زمان، وما عادش الصحوبية برضو زي زمان. يوم ما تلاقي حد دعمك في حاجة حتى لو بوست تبقى انت فرحان. يعني ناخد كلمة الأستاذة نجلاء أحمد بتقول الله يعوضنا العوض عن كل إنسان مش جميل. يا رب، يا رب، ربنا يعوضنا يا رب ويكبر بخاطرنا ويرضينا. الله ينورنا الله يورينا العدالة في كل واحد مش أصيل يا رب. ويسامحنا ويسامحهم. زعلانين بس محتاجين حبة هدوء وسلام كده، ومش طمعانين غير في الأمل والفرح والبال الطويل. والله المشكلة بقى حتى راحة البال بقت صعبة في الفترة دي، ومش فاهم ليه. يعني أنا واحد من الناس وبعترف كده أنا ما استحقش ده. فربنا يكبر بخاطري وبخاطرك يا أستاذة نجلاء، وبخاطر كل اللي بيسمعني. أصل الناس الطيبة أو اللي اتربوا أو المحترمين في الزمن ابن اللذينة ده هم اللي ضايعين. ومش فاهم برضو ليه، مش فاهم ليه الناس اللي مش سالكة سالكة والناس السالكة مش سالكين. طيب ناخد الكلمة عملة نادرة الطاقة السلبية فقط ألا من رحم ربي. تقصدي عملة نادرة الطاقة الإيجابية بس كتبتها غلط يعني؟ طيب هو ده سؤالي. ليه الحاجة الحاجة الحلوة دلوقتي بتستغربوها؟ ليه الإنسان المحترم دلوقتي إيه ده؟ إيه ده محترم؟ ده حاجة غريبة. والله أنا قدامي مواقف وحصلت معايا كده جهرا قدام عيني وبتتقلي، أنا بقيت بحط كف على كف، زي ما بيقول بحط صوابعي في الشق زي ما بيقولوا يعني. أستاذ نجلاء بتقول واضح جواك صراع كبير، واقسم بالله العلي العظيم عيوني دمعت من الحزن. يا نهاري،
انا ما اقصدش والله ان حضرتك تحزني، هو الواحد بس حزين من جواه، مش عايز يطلعها بره يعني. ما اقصدش والله ان حضرتك تزعلي ابدا والله، ولا انا عايز، بس اسئله كتيره جدا و بتتراود كده جوايا، ومش فاهم ايه السبب. يعني انا لحد دلوقتي أنا مش فاهم. بنقول يا رب يكبرنا ويا رب يرضينا، بس يعني الامور متاخره شويه، واكيد يعني ربنا هيرضينا، بس امتى ما اعرفش. امتى ما اعرفش. يعني واكيد ربنا هيعوضنا، بس برضو امتى برضو ما اعرفش يعني. بس انا شايف ان انا استحق ان ربنا يرضيني ويكبر بخاطري يعني. لا، امور كتير يعني. ان يعني النظافة حلوة، بس النظافة حلوة. يكفي ان اقول لحضرتك انا نضيف، وحزين ان المحيط مش شبهي. بس فالحمد لله على كل حال. ناخد كلمتك التعليق الجميل ده، بتقول استاذ نجلاء الاستعانة بالله الواحد الاحد. والله بستعين بيه، بس يعني برضو الواحد برضو ما اداش حق ربنا كما يجب يعني. ما انا برضو قليل الادب يعني مع ربنا. بس هرجع واقول كنت عاصي او كنت مذنب، كنت مؤمن، كنت موحد، كنت برضو انا عبد ربنا. وبتمنى ان ربنا يسامحنا ويتوب علينا ويكبرنا ويرضينا ان شاء الله. المهم نكمل التعليق. ربنا يسعدك يا رب. اشكرك لدعوتك الجميلة دي، ويحفظك ويسترك دنيا واخرة. يا رب يا رب يا رب. ويريح قلبك وروحك وعمرك وحياتك. الله يبارك فيك يا رب. يعني انا اول مرة شفت تعليقاتك، بس دعواتك دي جميلة. يا رب ربنا يستجيبها يعني. يا رب يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يكبر بخاطرك ويرزقك الخير كله يا رب. انا وانتي يا استاذة نجلاء وكل اللي بيسمعنا، يا رب كل الناس اللي جواهم نضيف، ان دول بقوا يعني زي ما انت قلتي نادرين. يعني احنا بقينا في عملة نادرة دلوقتي. استاذة هدوى محمود بتقول منور الدنيا كلها يا دكتور. اشكرك حضرتك جدا جدا جدا. واستاذة هدوى من الناس اللي جبرت بخاطري في يوم. اقول لكم بقى على سر، ربنا بيكبر بخاطرنا بحاجة بسيطة الحمد لله. كان الواحد زعلان جدا وكان مخنوق جدا، وكنت في حالة غضب بقالي فترة طويلة. فأول السنة فهدتني تكريم وإهداء إن السنة هلت بصورتي ب بالبرستيج بتاعي. ففرحت بيها يعني. هي حاجة بسيطة بس فرحت بيها من الأستاذة هدوى يعني. كنتش متخيل، لأن الأستاذة هدوى ما فيش معرفة عن قرب، أو حتى في تعليقات مستمرة، أو حتى في كلام. فأنا اندهشت يعني. قلت ربنا بيكبر بخاطري يعني، بيطبطب عليا بحاجة بسيطة. فالحمد لله على كل حال يعني. فأستاذ هدى بتقول كمان تستاهل كل خير. والله العظيم يا دكتور أشكرك والله يعني. أنا ما كنتش متخيل إن في إنسانة طيبة وتراضيني على يعني آه، آه، عن طريق ربنا طبعا. بحاجة بسيطة يعني. بس الواحد فرح بيها يعني. الحمد لله على كل حال. وشكرا جدا ليكي، وشكرا جدا لدعوات الأستاذة نجلاء. شكرا جدا. أستاذة نجلاء بتقول دكتور الإنسانية والنوايا الحسنة. اللهم العوض الجميل الدكتور الإنسان. أشكرك ربنا يبارك فيك يا رب. بس يعني الواحد أقول لكم على حاجة. ربنا عالم باللي جوايا، وربنا عالم أنا يعني أنا عايش إزاي وحياتي إزاي وبتعامل مع الناس إزاي. الحمد لله. واحد بس بيجي وقت يقول أنا زعلان منك يا ربنا. يعني كنت أستاهل حاجات كتير أفضل. ارجع في المقابل بقى زي ما انت قلت يا استاذ نجلاء، الصراع في المقابل يقول احمد ربنا. طب ما انا حمده، بس
يعني كنت طبعا في كرمه اكتر يعني، بس يعني المهم خلينا نرجع تاني في سؤالنا وكلامنا، علشان ما نتوهش ونقلبها بحالة حزن. بس انا والله كنت طالع مش بتكلم في كده خالص، ده هي افكار وتخاطر يعني. المهم عايزين نرجع تاني نهادي بعض، عايزين تاني نرجع نتكلم مع بعض بكلام طيب، عايزين كاخوات كاصحاب كمعارف. حاجة بسيطة عمري ما نسيتها ولا هنساها، لان كانت حاجة كده مفاجأة من استاذة هدوة مثلا. حاجة بسيطة، كلمتين بساط من استاذة نجلاء دلوقتي بتدعي لي، فرحت بيها. فيا ريت نفرح بعضينا. هدايا بسيطة جدا، كلمات بسيطة جدا تفرق تفرق. بصوا اللي حواليكوا وشوفوا اي حد عايز يجبر اجبره بخاطره بكلمتين. بص حواليكوا اخوات اصحاب معارف جيران، لو انت هتجيب لاختك توكة، لو انت هتجيب لاخوك كوباية، لو هتجيب لابن اختك ابن اخت اخوك ساعة، حاجة بسيطة، 10 20 جنيه مش حوار. والله العظيم 20 جنيه دلوقتي ما عادتش بتجيب فول وطعمية حتى. في التجمع الفول والطعمية، الفول او سندوتش الطعمية ب 12 جنيه، يعني عشان تجيب سندوتشين ب 24 جنيه. بقيت احط كف على كف النهارده، يعني حاجة غريبة بجد. قالوا استاذة نجلاء بتقول جواك طاهر ونقي، ربنا موجود يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا هيرضينا ان شاء الله، انا وانتي وكل الناس اللي موجوعة جواهم يعني. ربنا يرضى عليك ويسعدك دنيا واخره يا رب يا رب. يعني عارفه الكلمتين الحلوين دول، وبلاقي بقى خالي ولا امي ولا عماتي ولا خالتي، ولا الاقي واحده ما اعرفهاش دعت لي في الكعبه. عارفه الدعوات دي لو ربنا استجابها كان حالي بقى كنت بقيت مع سويرس في الغنى يعني. بس مش عارف في ايه يعني، بحس ان في حاجه يعني. بيجي لي تليفونات والله، دعانا لك في الكعبة، دعانا لك في السعودية، دعانا لك في العمرة، مش عارف في ايه يعني. الحمد لله الحمد لله يعني. عارفة الكلمة يعني، ربنا مش سامع دلوقتي الكلمتين اللي انت قلتهم دول. والله العظيم الكلمتين دول والله يغيروا حال بني آدم يعني. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله. ان شاء الله ربنا هيرضينا ان شاء الله ان شاء الله. استاذة نجلاء بتقول الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. تخيلي بقى إن الصدقة دي بقوا بيشوفوها حاجة غريبة، حاجة رياء، حاجة بيشوفوا الإنسان المحترم ده حاجة غريب. أو الفترة دي يعني أنا بلاحظ التعامل معايا إزاي يعني. بلاقي كره، بلاقي غيرة، بلاقي ناس بتتعامل بغرابة لمجرد إن أنا محترم. يعني أنا بتعاملش مع يعني بتعامل بحدود. هم مش عايزين كده، هم عايزين الواد اللي بقه معوج بقى ومقطع سمكة في ديله يعني. مش عايزين كده، الناس مش عايزة كده. الناس مش عايزة الأدب، الناس عايزة قلة الأدب. الله لا يسامحهم، بجد الله يسامحهم. ناس أذونا بالنظرة بالكلمة. احنا عايشين في وسط مجتمع غريب غريب. يعني حتى انا بتكلم النهارده مع واحد زميلي فبيحكي لي مشكلته مع خاله، فخاله مريض اصلا، فكل بيعمل حركات كده غريبة يعني لهدف معين وانا فاهمه يعني، مش بدون ما ندخل في تفاصيل عشان دي اسرار الناس يعني. فكان سؤالي بقول له يعني هو في ايه؟ هو خالك ده ما يعرفش ان في ربنا؟ ما يعرفش ان في ربنا؟ ما يعرفش ان في يوم قيامة؟ والسؤال ده دايما بسأله للناس، وبسأله لنفسي، وبسأله للجيران، وبسأله للناس كل. هو انتوا ما تعرفوش ان في ربنا؟ ما تعرفوش ان انت تقفوا قدامه وانتوا تتكلموا في كل كلمه وكل تصرف عملتوه هتقولوا له ايه ساعتها يا ولاد بجد حاجه مستغرب. استاذه نجلاء بتقول ربنا رضا ربنا عليك اهم شيء، الحمد لله. بس ربنا يرضى علينا. استاذه نجلاء ممكن مداخله اضافه مع حضرتك؟ اه طبعا يشرفني. انت عايزه دلوقتي يعني؟
يعني ابعت لحضرتك دعوة تشاركيني، ولا نعمل بعد كده فيديو يعني مشاركة؟ لو دلوقتي ينفع مفيش مشكلة، يعني مفيش مشكلة. يشرفني يا استاذة نجلاء والله. فنكمل كلامنا لغاية دلوقتي. طيب ماشي، طب احاول اشوف ابعتها ازاي. بسم الله الرحمن. اظن ده دعوة اصدقاء للمشاهدة. نجلاء، بسم الله. اعملها ازاي؟ طيب هقول لك على حاجة، لان انا دلوقتي الموبايل اللي معايا ده عقيم شوية، فممكن تبعتي لي دعوة وانا اقبلها وتخش على طول، ممكن يعني. ايوه الوقت ماشي ماشي، فممكن ابعتي لي دعوة للمشاركة وانا اوافق عليها. يا رب بس يعني يكون نت لاقط، يعني التقوية تمام. انا كل اللي بسم الله. انا في انتظارك. بسم الله الرحمن. يا رب يا رب، بس الاشاره بتاعت، انت عارف احنا في مصر يعني، فالاشاره النت الحمد لله في البلح. فيا رب يا رب تلقط. ها، انا في انتظار. للاسف مفيش. طب بصي، ان شاء الله بعون الله، طالما انت عايزه دلوقتي انا هقفل وهبتدي تاني، بس عشان خاطر حضرتك حالا حالا. تمام. وهعمل لك دعوة على طول يعني في البداية. ماشي، اجهزي وظبطي الكاميرا وان شاء الله هدخل لك معاكي دلوقتي حالا. يلا مساكوا فل، وهدخل تاني بس عشان خاطر الاستاذة نجلاء.